السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، أحبائي حبيباتي في كل مكان، أبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا راح نتكلم على كتير أشياء يمكن غايظتني أنا في قلبي، لأن الإنسان لما يكون ما عندوش حظ في الحياة هذه، وما عندوش حظ حتى في الدواء، تغيظ نفسه، لأن الصحة هي كل شيء يعني، ولا تشترى بمال قارون. يعني لو حتى عندنا مال قارون ما نقدروش نشريو الصحة تاعنا. حاولت من 6 سنوات وأنا أحاول باش نعمل قناة في اليوتيوب، لكن للأسف كل مرة ندير قناة وتروح، قناة فيها 1000، قناة فيها 2000 قناة، وأعمل فيها كل شيء، يعني فلوجات، طبخ، حلويات، كل ما أقوم به في البيت أنشره معكم. الناس اللي المشاركة مثلا 2000 مشترك، ولا واحد يحضر معايا، ولا واحد يحضر في القناة. أنا يعني مش عايزة ولا حابة يعني تعملوا لي حاجة، ولا تشاركوا، تعطيوني دراهم، ولا يعني باليش أنا وش ديروا. أنا فقط اللي عايزاه منكم فقط المشاهدة واللايك. اللايك هذه هي اللي ترفع المستوى تاع الفيديو باش يشوفوا اليوتيوب، باش يشوف الفيديو اليوتيوب. معليش كلام اللي راه جايكم من بعيد، معليش احنا عائلة اكيد وما فيهاش حاجة لو سمعتوا اصوات يعني، وانا قاعدة في الصالون وتعبانة، وعن جد تعبانة نفسيا وعضويا كل شيء. واللي يزيد عليك، قلت كما قلت 2000 مشترك، يقولوا لي رانا اشتركنا بالقنوات واشتركنا صح وبالجرس وباللايك ولا لايك تجيني من 6 سنوات. يعني شاب راسي، وانا كل ما اجمع 1000 أو 2000 تروح تطير القناة، واكتب لليوتيوب لماذا راحت القناة، والله العظيم لا يردوا عليا، ما يردوش. وكأن قناتي مش على بالي. لو كانت قناتي مش عارفه ان القناه هذه كانت قناه تافهه، اقسم لكم بدين الله والكعبه الشريفه والمصحف الشريف لكانت الان قناه مليونيه. لكن للاسف انا راني كانت في 450 مشترك، رجعت 480 مشترك. علاش؟ مش عارفه. ساعات ولا ساعه، يعني الحاجات كل هذه، حتى مانيش نعمل لا في موسيقى، كوبي رايت ما كانش، ما كان ولا حاجه خارجه عن الموضوع. وش حبيت يعني واحد يجي يقول لي واش دير. اكيد اي واحد دخل يوتيوب عايز يربح، مش عايزين. انا ما قلت لكمش جا اليوتيوب حابه نتسلى، لا ما جيتش نتسلى. اليوتيوب الناس راهم يديو في الملايين، خاصة واحد مريض يحتاج الفلوس، يحتاج، لأن الدواء تاعي أنا ما يوجدش في البلد اللي راني فيها. وانتم عارفين البلد اللي راني فيها، بلادي ما فيهاش العلاج تاعي، ولا علاج بنتي، ولا علاج ابني،
ولا علاج اي واحد من العائله. نتخبطوا، علاج نفسي ما فيش، علاج عضوي ما فيش. نشتري كل شيء بالفلوس، نشتري كل شيء بالفلوس، نتغدى ونتعشى ونشريو الادوات ونشريو الالبسه ونشريو، ما نلحقوش باش نداويو رواحنا. لا نلحق، الله غالب. الفلوس تاعنا زايده غير طيح. فلوسنا الجزائر فلوسنا طايحه. عندنا البترول وعندنا كل خيرات البلد، لكن لا نستفيد من اي شيء. ماناش مستفادين. فوق هذا عندي ظروف، لو جاء جبل لكان تحطم، يعني من ظروفي هذه. لو كان جبل كان تحطم. ويزيدوا علينا الاعلانات اللي ندخلوا. مثلا انا نروح ندخل الانستغرام نلقى اعلانات على السكري. وش يقولوا علينا عندنا حنايا في الجزائر عن السكري؟ هو مرض عضال. السكري مرض عضال، يعني الانسان اللي مريض بالسكري يزيدوا يطيحوا له المورال تاعو. اذا كان ربي مطول في عمره هما يقصروا له العمر تاعو. يعني انا في حاله لا يرثى لها، يوميا ابكي لحتى وصبت تقريبا النظارات الطبيه ما تنفعش معايا، ما تنفعش. يعني خلاص الدمعه راحت يعني، ونشف كل شيء، حتى الدموع راحت. انا ما جيتش نشكي لكم باش تدخلوا قناتي ولا انا اشتكي واش كاين في قلبي. تحبوا حبوا، ما تحبوش ما تحبوش. اللي شاف الفيديو شكرا، اللي ما شافش ثاني الف شكر. وشو نقول لكم؟ نحكي لكم حاجات اللي جاوا في الاعلانات. ان شاء الله تشوفوا هذا الخاتم، وروحوا الانستغرام تشوفوا الخاتم هذا. هاورا، شوفوا الداخل فيه عبارة عن مغناطيس من هون ومغناطيس من هون. وهذا كذلك هذا الخاتم يقول لك عبارة عن مغناطيس، واشتريته أصفر ذهبي. خدي هذا اشتريته أصفر ذهبي. شوفوا اللون تاعو كيفاش رجع. اللون تاعو كيفاش رجع، ولا حتى القصدير ما نشبهوش به. شوفوا الانستغرام، ادخلوا الانستغرام، يقول لك هذا ينظم السكري. هذا الخاتم، ومريض السكري اكيد يقول كربي. لا معليش، مريض السكري هو يمشي يعني مع اي اعلان يكذبوا علينا. شاحن نعم شاحن. اي شاحن؟ تبع الجوال. شاحن تبع هو لاصق. لا طفيتي. هذا هو. روحي. قلت الخاتم هذا الخاتم هو الأول. ينعتوه لنا في علبة. معليش مش مبين. لا تمسي خلاص. هو مفتوح من هون، فيه مغناطيس من هون مغناطيس من هون. بالنسبة لهذا الصفر المغناطيسيين راحوا يعني. يقول لك اغسل البيت، يدير به كل شيء. المهم بعدين لما حكيت مع الشركة هذه اللي بعثت لي حتى الباب الدار من الجزائر العاصمة حتى الباب الدار. حكيت معهم، قلت لهم يعني ما صار شيء، يعني سكري 400 500. واو. سكري 400 500. يقول لك خلال أسبوع راح تشوف النتيجة، وراح الأعضاء تاع جسمك ما يتقاسوش،
ويعني واحنا المرضى خلاص. بنآمنوا كل شيء، بنآمنوا والله بنآمنوا. ولما قلت لبنتي انا شفت اللون الاسود هو اللي يعني نعتوا فيه يعني في الاعلانات. والله ما المهم مش يعني ايمي، قلت لها يا ايمي انا شفت اللون هذا الاصفر اللي نحاسي، يعني هم يقولوا له نحاسي، لازم نولي ندوموندي الاسود. انا قلت لها بلاش يعني راحوا الفلوس هذو 4000 دينار، يعني 4000 دينار جزائري، كأننا نشريو مش عارفة وش نشريو. رحت تكلمنا مع الأخت اللي كونفيرمي بها باه يجينا الطلب، قلنا لها الخاتم هذاك ما جانا أولا في مش في لابواط تاعو، جانا في ساشي صغيرة، وكي درتو ما صرا والو. يعني بالعكس انا لما عملته السكري زاد 450 400 راح يصفى 500 غرام. مهم بعد ما طلبت هذا الاسود قلت لها اختي باش التقليد خايفين احنا من التقليد يكون دوريجين يعني صح، اشتري منكم واحد اسود، الاخر ما فادش معايا، اشتري معكم الاسود. لهنا راه بياض ولا ابيض، هنا كذلك في خدوش راح يبيض يولي ابيض، عباره عن صبغه سوداء. والمغناطيسين هامن لهنا، يا ربي تكونوا شايفينهم، هاتي ما يعملون شيء. انا جبت ابره، من المفروض الابره ما دام كاين مغناطيس الا الابره تكون من الحديد تلصق فيه، لكن للاسف ما لصقتش. انا قلت ننبه الناس اللي راهم يشوفوا في الانستغرام ويشوفوا جميع هذا يعني. الاعلان كان هذا الاعلان كان في الانستغرام، وتروحوا الانستغرام وباش ما تكذبونيش تروحوا لي تلقاو الالوان هذه. انصح اللي ما عندهمش دراهم غير ما كان له، الناس الفقراء. انا لحد الان راني في مليون يمكن ولا بهذه المشاكل، حتى من عشبه بعثوها لي ما فادتنيش، عشبه للسكر. اليوم كبيتها يعني، اليوم كبيناها يعني رميناها في لابوبيل، رميتها ما فادتنيش، بالعكس زادت عليا. والنوم ما شوفوش ليله كامله ما انام، ما اغمض عيني، مع انني ارهاق شديد، اختناق، ضيق تنفس، ما عندي وش نقول لكم. يعني الحاله هذه الله لا يعطيها المؤمن، يعني الله يعني ليش يجربها مؤمن اللي ما ينامش بالليل، وش من فايده وش من داها. يعني قاعدين يلعبوا بينا يبثونا في الحاجات هذه، ويجيبوا لنا ناس مزورين كتبت لهم في الكومنتير، انايا كتبت لهم في الكومنتير، ايمي كتبت لهم في التعليقات ليش تكذبون، وانا كتبت كذلك ليش تكذبون على الناس، حرام عليكم دول المرضى يعني. بدل ما تساعدوهم تكذبوا عليهم، يعني ليش؟ يعني انا لما كلش كذب يعني. هذا الخاتم هذا خاصة الأسود قسما بالله كنت مؤمنة به، والإيمان يعني والأمان بالله يعني، الأمان بالله. لكن الدواء يعني يقول لك لكل داء دواء، يقول لك يعني جرب يا عبدي وانا نعينك. حنايا شفنا كاينين اخرين في بلدان منا شفنا في البلدان الأوروبية انه شفاو من السكر تماما، يقولوا في شفاء، ما كانش يقول لك السكري ولا مرض العظام ما كانش شفاء.
اذا لا هذه كذوبه، كما كذبة يقول الله يعني. سبحانه وتعالى، والله حديث سمحوا لي، لكل داء دواء. لكل داء دواء. ربي عمره ما تعهدوا يعني كاين الا السم، يقولوا الا السم ولا السم ولا هي يعني الا الموت اللي ما عندهاش شفاء. اللي قربت ساعته ذيك ما يروح. عندوش علاش ما تعطيوناش امل؟ علاه ما تعطيوناش دواء السكري يعني اللي مفروض لازمنا يعني نشتريه بثمن يعني جاي قليل. تخرف عليا تايب بخاتم تقول لي ما عرفوش يخرفوا علينا بخواتم ينحي لي السكر. انا نشرب في دواء، هاي الادويه نحي شويه هكا ونرجع. هاي انا اخذ هذه الادويه إيريس من يمكن اكثر من 5 سنوات. شوفوا اذا كان تقدروا تقبضوه. لا هكا مو مبين نزلي. نزلي. ديروا كابتور ديكرون وشوفوا 2 ملغ 2 ملغ. نزلي. هذا يشرب مرة واحدة الصبح قبل الفطار بربع ساعة أو نصف ساعة. اللون تاعو ها هو الرق داخل أخضر. الأخضر، وتقدروا تقسموا الحبة على 2، ما في ولا شيء، وكأننا نشرب في الماء. هذا اللي يشرب الصبح. تاني هذا ما كانش اللي ما يعرفوش، جليكوفاج 850 مليغرام، يعني كثير قوي. يعني لازم الانسان لما ياكل يكون عنده اكل، لازم لازم تاكلون قبل. لا هو هذا يتكل في نصف الاكل، نصف الاكل او بعد الاكل، في نصف الاكل او بعد الاكل. اما اذا كان ما عندكمش اكل بلاش تاكلوا يعني. لانه يطيح لكم السكر حتى الاخر يعني. وعلامه السكر لما يهبط التعرق والارتجاف. لا في نفس هي عنده نفس الاعراض يعني. لا لا الهبوط غير والله لما يهبط فيه تعرق كتير، ارتجاف. الانسان يعود مش في حاله اخرى خالص. اما لما يطلع فتحس راسك يوجعك، دوخه يطلع لك. لازم يكون عندك كما قلت لكم. انا راني مع هذو الادويه واش نقدم يقدموا لي نتوما إيريس وغليكوفاج. ديرهم كابتور ديكرون. قدم الجليكوفاج. هم يعرفوا، ما كانش اللي ما يعرفش الجليكوفاج وإيريس. ممكن عندكم اماغيل في الدول منا ومنا بدل إيريس اماغيل. جليكوفاج مش مبين. المهم اصحاب السكري من النوع الاول ولا الثاني، انصحكم ما تراعيوش الاعلانات. انا ادي نصيحه مني سواء اعشاب، سواء هذه مثل هذو الخواتم، اي حاجه ينعتوها لكم فلوس وخلاص. هما بدهم ياخذوا الفلوس منا وهذه كلها تاع كيما نقولوا اللي يسوقوا في تاع المبيعات تاع مش هما اكيد اللي راهم يجيبوا لهم. هما عباره عن عمال. هما ما نجيوش احنا بهذوك. المهم لازم تكون عندكم اول حاجه قياس السكري. لازم تكون عندكم اي بيت، بدل ما تشريو الخواتم هذه مشاكل. هذه ارخص منها، والطبيب يعطيها لكم بلاش. طبيب السكر يعطيها لكم بلاش بالبطاقه. كيعود عندكم 100% في البطاقه تهزوا دواء السكري ببلاش. ويعطيكم هذه كل مره يعطيكم واحده، يعني اذا كان قدمت يعطيكم واحده جديده. كيما هذه درك لاباراي اللي عندي، هذه اسمها بريسيغو مش مبينه فيها الدم بتاعي. هذه علاش نغطي يديا، نغطي يديا لانهم زراقوا من القياس. والله العظيم زراقوا.
هاك الفيديو راح هاتي تشوفي. ها هذا الستيلو لحظة. اللي تكون فيه الإبرة، حاولي تفتح هكذا، خلي كيما راه هكذا هكذا، ونضع فيه الإبرة ونغلق ونجبد هكذا، ونقيس السكر بهذا هنا، نحط على الإصبع تاعي هنا 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 في أي المهم أنكم تشوفوا وين اللي يعني أنا أكثر التشيكات اللي نديرهم في يدي اليمين، يدي اليسار توجعني بزاف، لذلك يعني مخبيتها وزراقت اصلا. مره الاصبع هذا بتاع اليمين تشل، يعني تشل من الابر، يمكن ضربت الابر في العروق يعني الشرايين. هذه يعطيونا وحده فريده فيها 50. هذه هاي وراهي بريسيكو، نزلي شوي. هذه بريسيكو هاي مكتوبة بريسيكو بالعربية، بريسيكو بالفرنسية، فيها 50 شريط اختبار مش مبين. نختبروا. شوي نزلي. ياك شي الفيديو انك نزلتي وهبطي الفيديو راه خزت بطال. قلت ديروا كابتور ديكرون. هذا نوع من نوع الشرائط، فيه عدة أنواع، وكل مرة وش يعطيونا. في 50 شريط. 50 شريط يقولك أعمليه مرتين. لما أعمله مرتين ويعطيوني 3 أشهر يعطيوني واحد من هذا 50 شريط. هل تكفي لمرضى السكري؟ هو يقول لك قبل الأكل قياس وبعد الأكل بساعتين قياس. يعني لازمني على الأقل لو أكلت وجبتين فقط لازم أستعمل 4 أشرطة من هذا. 4 أشرطة مش 2. 4 أشرطة ما تكملش الشهر. يعطيك على مرتين، يقول لك قيس مرتين ما تكفيش، لأن فيها 50. إذا كان درنا مرتين 15 يوم، 15 يوما فقط. على من يكذبوا؟ على من يتحايلوا؟ إذا أنا نقيس مرتين وبعد خلاص نرمي وناكل ولا نشرب ولا ما ناكلش خلاص، لأنني لذلك مريض السكري دائما تعبان، ما يقدرش ياكل، ما يقدرش يشرب، ما يقدر يدير والو بدون هذا. هذه الأشرطة مش عارف لا كان هو طالع ولا هابط بعد ساعتين هذيك، والله كي ينوض من النوم لازم قبل الفطار يقيس، وبعد الفطار بساعتين، وبعد قبل الغداء وبعد الغداء بساعتين، وقبل العشاء. هذا إذا كلينا 3 وجبات، احنا في وجبتين فقط. راح يقتلوا مرضى السكري، وقالوا لهم باللي مرض السكري هو مرض غضال. الله يسكن في جنابهم ان شاء الله، الله يسكن في جنابهم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نقول لكم إخواني أخواتي أبنائي اللي راهم بالسكري هما صغار، انتوما استعملوا كاين أعشاب اللي خفيفة يعني ما تضرش، مثل حب الرشاد. غليو لازم يغلى أي حبوب تغلى. ملعقة صغيرة تاع قهوة تعملوها في كأس مثل هذا، مثل هذا، تخليهم يغليو حتى حب الرشاد يعود يطلق سلوق هكا، عبارة عن جال. خليوه وغطيوه، خليوه يبرد ويشربوه.
تعملوه مثلا مش 3 مرات، تعملوه مرتين قبل الفطور وقبل النوم، كأس صغير ولا نصف كأس من هذا باش ننصحكم. كذلك تستعملوا السكري هذا نتاع الفواكه، فريكتوز هو سكر الفواكه، يتحل هكذا، نشريوه بالصيدليات ب65,000 يعني 650 دينار، كان ب800 دينار جزائري، الآن راه ب565 دينار. ملعقة سكر من نوت يعني تحلي لكم ما شاء الله. كاين هذا كذلك القطرات كانديس تعملوا قطرة في القهوة أو قطرة في الحليب وتشربوا. هذا اللي ما يقدرش يشرب بدون سكري، كاينين اللي يشربوا القهوة بدون سكر، الحليب بدون سكر، لكن اللي ما يقدرش الولاد الصغار مثلا ديرهم قطرة واحدة من هذا، عبارة عن قطرات هكذا، كابتور ديكرون باش تشتريوه لولادكم ليكم. وعندنا الساشيات بديل السكر، ماجي لايت هو بديل السكر، عبارة عن ساشيات هكذا، تفتحها تهزهم معاك في الصاك في حقيبة اليد، تهز معاك مثلا 4 5 لو رحت المقهى ولا رحت سافرت ولا تهز معاك حاجاتك، وتفتحها وتعملها في قهوتك إلا رحت المقهى يعني خارجي ولا رحت زيارة الناس، ولا تاخذ معاك السكر بتاعك، يعني مش غاليين مش بثمن باهظ، لكن نحذروا على رواحنا وحدنا، مش الناس اللي يقولوا لنا ولا الاطباء. انا فقط اقول كذلك الطبيب اللي يروح له انسان مريض سكري نوع ثاني، ونقول حسبي الله كذلك ونعم الوكيل في كل طبيب سكري يلتجئ للدواء قبل ما يعمل دايت للمريض، أي حمية، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نظام أكل فقط، السكري من نوع تاني هو نظام أكل فقط، ما تاكلوش البطاطس، المقليات، العجائن، البركوكس، الكسكسي، المقرونة بأنواعها، السكريات، باتيسري، حلوي، كل شيء حلو أو في عجين ما تاكلوش، ابعدوا عليه. وإن شاء الله اللي قالوا لنا باللي راه عندكم مرض العضال هما اللي يتصابوا به، والله يبعد المرض العضال على أي إنسان ولو كان عدوي. كذلك راح نقول لكم على واحد الحاجات اللي جات وشريتها، يعني هاي كان لما الضيق بيا اشتري حاجات. هذا خاتم الإصبع نديرو في صبعنا في اليد اليمنى، وهو عبارة عن مسبحة إلكترونية، أفتح من هون ومن هون، استغفر الله، أي دعاء أي حاجة المهم تسبحوا بها، تعملوا 1000 تعملوا 2000 تعملوا 100 بتكفي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وتخليوها تخليوها مفتوحة هكا تطفى وحدها، هي تركب هنا في الإصبع بتاع الشهادة، إصبع الشهادة، يقولوا لها مسبحة إلكترونية. كذلك اشتريت، أنا كان عندي سأسبح ولاني كل مرة يعني يروحوا لي وذيك، اشتريت مسبحة
لأن الاقتراب من الله هو الشفاء. وأوصيكم كذلك بسورة البقرة يوميا، قسموها 3 مرات، مرتين، المهم تكملوها في اليوم نفسه. قراوها مثلا لو قسمتوها على 3 مرات ولا تكملوها في اليوم نفسه. أما اللي ما يقدروش فكل 3 أيام تقدروا تقراو سورة البقرة وانتم متوضيين، تقراو سورة آية الكرسي قبل كل بعد كل صلاة 5 مرات، وقبل أن نقرأ سورة آية الكرسي اللي توجد في سورة البقرة. فأوصيكم وكما وصيتكم في الأول، اللي عجبوا الفيديو ما يبخلنيش باللايك، فاللايك راح يروح لليوتيوب، واليوتيوب لما يشوف اللايكات راح تطلع القناة وراح يطلع هذا الفيديو الهام. هذا هام، أنا بالنسبة لي هام لمرضى السكري، صدقوني والله هام، انشروه على أوسع النطاق. فلما تنشروه عندكم صدقة، لما تتوقفوا البيع والشراء تاع الخواتم عندكم صدقة على الناس اللي فقراء وراح يشتريوها. التعليقات ما تراعيوش ليهم، دول ناس كذابين، دول واخذين فلوس ما همش صح. وانا دخلت وعلقت وقلت لهم ما تشريوش، لكن اكيد راهم فصاو، يعني محاول التعليق تاعي ما يخليوش يفوت. فعليكم بالتسبيح وقراءة القرآن والأدعية فالله يجيب الشفاء إن شاء الله لكل مؤمن مصاب بأي داء، ولو كان كونسر، مرض السرطان اللي ما فيش ألعن منه ولا أخبث منه. والآن جاونا بمرض السكري من نوع يرجع سرطان. الله ياخذ حقنا فيهم، والله على الظالم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديو آخر إن شاء الله.